السلام عليكم، نهاركم مبروك. كي غاديين مع الصيام. اليوم جيت نحضر معكم دي شوسون بالعجين المورق اللي حضرنا في الفيديو اللي قبل. تبعوا معايا المراحل ديال التحضير. واحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف واقتصاديه، معلقه ديال الزبده، شويه ديال الزيت النباتيه، غنضيف ليها واحد البصله الحجم شويه كبير، درتها هكا في الهاشواغ على هذا الشكل هذا. غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وغادي نقاص عليها البوطه ونخلي ديك البصله ديالي تقلى. بعد ما تقلات ليا البصله على هذا الشكل غادي نضيف ليها لاصوص ديال البيتزا اللي عندي ديجا محضره، فيها شويه الزعتر، شويه الفلفله، شويه من بعد ونشاركها معكم. ضفت ليها صوص الجيريان، ضفت ليه الطون الكميه اللي كتفضلوا، وغادي نخلط مزيان هذا الخليط هذا مع بعضياته. غادي نضيف ليه الفرماج، عندي انا الفرماج الاحمر مع الموتزاريلا مخلطين، كيعطيو واحد التعليكه وكتجي هذه الحشوه لذيذه البنات. الا بغيتو تزيدوا تضيفوا له حتى الزيتون كتجي زوينه. صافي نخلط هذا الخليط هذا، غادي نطفي عليه البوطه ونخليها تبرد مزيان وندوزو نحضروا لي شوسون ديالنا. خديت هنايا العجين المورق، دائما الدقيق كنكثروا الدقيق هكا باش ما كيلصقش لينا في سطح العمل وكتلصقش لينا العجينه. صافي وغادي ندوزو نشكلوها على هذا الشكل هذا. انا خديت هذا الساكل هذا، غادي نبدا نديرو على هذا الشكل هذا، كيجيو زويونين. تقدروا ديروا الشكل اللي بغيتو. وغادي نبدا ندير الحشوه ديالي هنايا في الوسط. تقدروا تضيفوا الفرماج، انا حيت درتها فيها الفرماج كثير، يعني جايه معلكه، ما درتش الفرماج في هذه المرحله هذه. صافي وما نكثروش الحشوه بزاف باش هكا ما يتحلوش لينا. صافي كنبدا ندير الحشوه ديالي في هذا لي ساكل، ومن بعد غادي نبدا ندوز باش غادي نجمعهم. كما كتشوفوا هذه المرحله ديال الجمع كنديروا هنايا شويه ديال الماء في الجوانب باش هكا كتسد لينا العجينه وما كيتحلوش لينا. كنضغطوا عليها مزيان كما كتشوفوا. انا خديت واحد الفرشيطه بحال هكا اللي غادي نبقى نضغط عليها هكا بالجوانب باش يجيو حتى في الشكل ديالهم زويون. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. من بعد غادي ناخذ الاصفر ديال البيض مع شويه ديال الخل، وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم مزيان. الفران راني مسخناه قبل على درجه حراره 200 حتى يسخن مزيان، يكون سخون مزيان. عاد ندخلهم من الفوق ومن التحت، يبانوا لي بداو يتنفخوا. من بعد نقاص عليهم البوطه ونخليهم هكا ياخذوا اللون ديالهم. هذا هو الشكل النهائي، وبصحه وراحه.